هنعمل النهارده بانكيك بطريقه سهله وسريعه، تقوموا تعملوه دلوقتي ان شاء الله. المقدار هنا انا عملته، ضربته في 3. لو انتوا عملت لكم طريقه سهله ان انتوا ممكن لو حابين تعملوا 1 او نص المقدار. دول 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، عليهم معلقه صغيره من الفانيلا و120 جرام من السكر. ولو حابين تقللوا السكر برضو ممكن تقللوه. ودول 375 مللي من اللبن الحليب، وعليهم 4 معالق كبار ونص معلقه كبيره من الزيت. انا حاولت اقولها لكم بطريقه ان انتوا لو حبيتوا تقسموها على 1 او على يعني تعملوا مقدار 1 منهم ببضايه واحده يعني او نصه، تبقى سهل ليكم ان شاء الله ان انتوا تحسبوها يعني. بس المواد الجافه اللي عندنا استخدمت 420 جرام من الدقيق، و3 معالق صغيرين من البيكنج باودر، ورشه من الملح. لو حابين اقول لكم المقدار بالكوبايات ان شاء الله اكتبه لكم في صندوق الوصف، عشان الكوبايه اللي استخدمتها النهارده 250 مللي. هنخلط المواد الجافه على المواد السائله اللي عندنا، و مش محتاجين مضرب، يعني لو حابين تضربوها بمضرب كهرباء او بالبلندر ممكن تعملوها بالهاند بلندر، بس انا استخدمت المضرب الايد، هو بس بتاخد وقت شويه بس هتطلع مظبوطه ان شاء الله. ده سمك الخليط اللي عندنا بيكون سميك شويه، بس في نفس الوقت مش تخين قوي، يعني هو بيفرد لوحده، فبعد كده المفروض في الطاسه ده السمك المناسب. في طاسه على النار هنمسحها بالزيت، مش هنحط زيت كتير، واهم حاجه تكون النار متوسطه، لان لو النار عاليه قوي هتحرقه من تحت وهتلاقوه معجن من جوه، فلازم النار تكون متوسطه. وبس هنحط يعني كبشه او اصغر من الكبشه شويه من الخليط اللي عندنا. هتاخد وقت، انا هنا يعني مسرعه الفيديو في 2، فمحتاجه بس صبر شويه. اول ما تلاقوا بدات تعمل بابلز كده من فوق هنقلبها الناحيه التانية، ما بتاخدش وقت على الناحيه التانية زي لما كنا اول ما حطيناها، يعني دقايق بسيطه جدا وهتلاقوها استوت الناحيه التانية. المقدار ده عمل لي 14 واحده، لو انتوا حابين تعملوا نصه هيطلع 6، هو عمل 14 واحده كده صغنطوطه. بس فان شاء الله هيطلع معاكم الكميه مظبوطه. ريحته بقى هي دي صغنطوطه. ممكن تحطوا زبده، انا ما بحبوش بالزبده بصراحه، يعني بحسه دسم كفايه، يعني انا بحب معاه الميبل سيرب او العسل النحل. جميل جدا وهيعجبكم ان شاء الله. ده شكله بقى من جوه، وانا عارفه ان انتوا هتقوموا تعملوه. لو عجبكم الفيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.